ازاي بيحصل غسيل اموال على التيك توك؟ صاحب الفلوس اللي جايه من طريق غير مشروع بيعمل اكونتات كتيره فيك ويقول ان هو وكاله ويسمي نفسه اي اسم، ويكلم حد مشهور ويقول له ايه رايك تنضم لينا وهنديك راتب 30,000 دولار في الشهر، واحنا هندعمك في اللايفات وانت هتخلينا ادمن عندك في البيمنت، يعني يتحكموا في الحساب ويقدروا ياخدوا الفلوس دي تاني مقابل ان انت تفتح 4 أو 5 ساعات يوميا، وهتاخد نسبه من الفلوس او الهدايا اللي هتجيلك، وهتمضي عقد معانا بالكلام ده. طيب ليه بيكلموا المشهورين بس؟ لان المشهور عنده متابعين كتير والناس بتحبه، فطبيعي يكون في حد بيدعمه في اللايفات بتاعته. طيب هو ليه بيسحب الفلوس من التيك توكر تاني؟ هو كده استفاد ايه؟ من احدى الطرق لغسيل الاموال ان حد يروح يشتري فيزا من عبد الدارك ويب مثلا، يشتري فيزا مسروقه من بلد تانية بتكون فيها 20,000 دولار وهي بتتباع ب5,000 دولار بس، ويدعمك بانه يحول الفلوس اللي في الفيزا لكوين يشتري بيها بعد كده هدايا، يدعمك بيها تتحول بعد كده الهدايا لحساب التيك توكر على هيئة فلوس هو يقدر يسحبها بعد كده بشكل طبيعي من فودافون كاش او من اي حتة تانية. وفي اللي يقول للتيك توكر اشتري بيوت بالفلوس دي وهبقى شريكك في العقد وليك نسبتك، وتدخل في العقارات ويبيعها بعد كده. الراجل باع فيلا وكده عادي بقت فلوس مشروع. بس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة.